السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الأوردر بتاعنا النهاردة. شايفين بقى، بسم الله ما شاء الله، أكل كده زي العسل بألف هنا وشفا على اللي كله. احنا بقى طبعا عملناه مع بعض كذا مرة، فأنا حبيت ان انا اصوره بس وانا برصه كده على الصينية تشوفوه. ده الرز اللي انا حطيته اول حاجة، ده اللي انا كنت حاشية بالحمام، فالرز اللي فاض مني سويته وحطيته في نص الصينية كده. وده رز بقى اصفر عليه جزر كده وعليه توابل، هحطه كده على الاحراف بتاعت الصينية. وخليت الرز اللي هو بتاع محشي الحمام حطيته في النص بالكبد والقوانص اللي فيه. هرص بقى الصينية كده، احاول ان انا اسويها كده. طبعا الاكل لسه ما شاء الله عليه نزل من على النار وكده، يعني احسن حاجة انا بحبها كده وانا برص، يعني دي احلى مرحلة انا بحبها كده، ايه ان اصورها وكده. بعد كده بقى عندي فرختين شويهم في الفرن ما شاء الله عليهم. ده خلة كده كنت حطها في الرجول والأجنحة، فهشيلها. بألف هنا على اللي كلوا يا رب. بعد كده بقى عندي كفتة اهي، برضو مشوية في الفرن مش على الفحم. هرصها برضو كده حوالين الفراخ اللي احنا شوينها. بعد كده بقى عندي، اللهم صل على النبي، حمام هنرصه برضو. ده الحمام بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، الاكل كان زي العسل. برضو كنت الحمامة اللي لقاها يعني هتتفتح مني، راح اطلع خلة وكده. رصيته بقى كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه اهو. ده يمشي عشا عروسة، يمشي عزومة، اي حاجة بيبقى حلو اوي. عملت كذا مرة عشا عروسة بالطريقة الحلوة دي. هحط بقى، اللهم صل على النبي، خلاص كده احنا حطينا كل الاكل. هنحط كده شوية، يعني نزين كده واحدة طماطم كده، وهنقفل الرجول دي كده بورق سلوفان، ونحط جزرايه كده نبشرها ونحطها. طبعا لو في خضار بيدي شكل احلى وكده، بس ما كانش موجود، فحطيت جزرايه كده بشرتها وحطيتها على الصينيه بتاعتي. دي بقى كانت الصينيه بتاعتنا النهارده، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي اهيت. يا رب يكون الصينيه عجبتكم، ومع الف سلامه.